القصة ديالنا اليوم من اسبانيا وبالضبط من مدينة مدريد. البطل ديالنا هو واحد الوليد سميتو نيكولا، هاد الطفل اللي كينحدر من عائلة فقيرة في اسبانيا. قدر ينصب على اكبر المسؤولين والسياسيين، قدر بالذكاء ديالو يوصل حتى لعند الملك ديال اسبانيا ويسلم عليه في الحفل ديال التنصيب ديالو كملك جديد. فرانسيسكو نيكولا من عائلة فقيرة عايشين في حي شعبي في مدريد. الام ديالو ربة بيت والاب ديالو ليبرو. الطفوله ديالو كانت عاديه تقريبا، ما كتختلفش على كاع الدراري اللي في السن ديالو. واكل شارب ناعس كيمشي يقرا، ولكن نيكولا ما كانش بحال الدراري الاخرين. كان نيكولا عنده واحد الحلم كبير، وهو انه يكون شخص مهم في البلاد، وكان غالبا كيفكر في السياسه رغم انه مازال دري صغير. الا ان الشغف ديالو الكبير بالسياسه كان كيخليه يتصور انه يكون واحد النهار شخصيه مهمه. غير هو باش تفكر انك تجمع ما بين السياسه وما بين الشهره، هذا بوحدو دليل على ان هاد الطفل هذا عنده واحد الذكاء اللي هو خارق. ملي كانت عنده 10 سنين كان توفى الباب جون بوردو، وكان واحد التجمع كبير بين الناس اللي خرجوا باش يشيعوا الجنازه والصحافه اللي كانت كتغطي الحدث في مدريد. وهنا نيكولا بقى كيتسلت ما بين دوك الناس اللي كاينين تمايا حتى قدر يوصل للصحافه، وعطاهم واحد التصريح بواحد الجرأه وثقه في النفس كبيره. وملي رجع كان فرحان بزاف، وهنا قال واحد النهار غادي نكون انسان مشهور. نيكولا كانت فيه واحد القاعده خايبه بزاف، وهي الكذوب. كان كذاب كيكذب باش يغطي داك النقص اللي كان كيحس به قدام صحابه، حيت الوضعيه الماديه ديالهم هما احسن منه وهو من عائله فقيره، فكان كيظن انه الا كذب غادي يكسب الاحترام ديالهم ويكسب التقدير ويشوفوه بحالهم، يعني ما يديروش واحد الفوارق بينهم وبينه. وكيف ما قلنا نيكولا كانت عزيز عليه السياسه واخا العمر ديالو باقي صغير، خصوصا انه كان كيشوف الحلم ديالو فيها السلطه، الشهره، الاحترام ديال الناس. هكا كان كيفكر وهو عنده تقريبا 12 سنه. الام ديال نيكولا ملي عرفاتو شغوف بالسياسه اقترحت عليه واحد النهار ديه واحد الاجتماع كيديروا المجلس البلدي ديال المنطقه اللي ساكنين فيها هما. نيكولا استغل داك النهار الصالح ديالو وقدم راسو للعمده ميغيل بوطو. هنا العمده غادي يتعجب من الطريقه اللي كيهضر بها نيكولا، كيشوف دري باقي صغير كيتكلم بواحد الطريقه ديال الناس الكبار. عجبته الجرأه ديالو، الثقه اللي عنده، وهنا قال هاد الدري عنده مستقبل كبير في السياسه. العمده ميغيل غادي يقرب نيكولا منه وغيدخلوا الشبيبه ديال لابارتي بوبيلير، الحزب اللي كان فيه العمده بطبيعه الحال. بقى نيكولا كيدير في العلاقات وكيكبر وسط الشبيبه حتى ولا هو الرئيس الشبيبه في مدريد. رغم هذا الشيء كله نيكولا ما كانش راضي على الوضعيه ديالو، ناض وزور لاكارت ناسيونال ديالو وبدل الكنيه والعنوان فين ساكن. كان كيظن ان هذا الشيء اللي دار الناس غادي يحترموه بزاف، خصوصا لما يعرفوه بلي ساكن في واحد لازون ديال الناس اللي لاباس عليه. نيكولا كان كيستغل اي فرصه باش يقدم راسو للوزراء والناس المهمه في البلاد كيتصور معاه. ركزوا معايا مزيان على القضيه ديال التصاور. هاد التصاور كان كيحطهم في السوشيال ميديا باش يزيد من المكانه ديالو في المجتمع، ويقولوا عليه الناس راه كيعرف الوزراء ويحترموه حتى. وفعلا داكشي اللي كان، فاغلب الناس اللي كانوا كيشوفوا هاد الشيء كيقولوا نيكولا بهاد العلاقات ديالو يقدر يساعدنا على بزاف ديال الحوايج سواء القانونيه او غير قانونيه. وهاد الشيء اللي كان كيتسناه نيكولا وكان خدام عليه. باش يوصل للوزير الاول خوسي ماريا ازنار ويتقرب منه، مشى تصاحب مع ولده باش يديروا طريق ويوصل ليه. وهاد العلاقه فتحت ليه بزاف ديال البيبان وعرفته على ناس كبار في الدوله. وكيف ما قلنا قبل نيكولا كان السلاح ديالو هما التصاور. حتى لهنا كلشي كان غادي مزيان. قدر نيكولا يدير واحد لاباز اللي تعاونوا في الخطط ديالو، ولا كيقترح على الناس اللي عندهم مشاريع في مدريد انه يقدر يعاونهم يقضي لهم المصالح ديالهم سواء بطريقه قانونيه او لا، ويطلب منهم مبالغ ماليه مهمه على حسب السيرفيس اللي غادي يقضي لهم. وفعلا نيكولا قدر انه يوصل لمجموعه ديال الناس ومجموعه ديال الشركات كبار اللي شد منهم اكثر من 200 الف اورو. وكاين صحاب المشاريع الصغيره اللي بغاو يديروا مثلا شي حوايج غير قانونيه شد منهم تقريبا 25 الف اورو. غير هو نيكولا اغلب الاوقات ما كانش كيقضي لدوك الناس الغرض ديالهم، وهذا الشيء كله وما كانوش كيقدروا يديكلاريو به بطبيعه الحال، حيت عارفين راسهم متورطين وهما اول وحدين غادي يتحاكموا بالرشوه. نيكولا كانت عنده بزاف ديال الامتيازات وعنده اكسي لبزاف ديال الوزارات يقدر يدخل ليهم وقت ما بغى.
وهذا الشيء اللي كان كيعاونو بزاف باش ينصب على مجموعه من الناس ويخليهم يثقوا فيه ثقه عمياء. هذا الشيء كامل كان كيدل على الذكاء ديال نيكولا، حيت باش يقدر شاب ينصب على ناس كبار في السن وشبعانين تجارب وعندهم احتكاكات مع مسؤولين في الدوله ماشي سهل. ولكن نيكولا كان عارف راسو غادي يحصل واحد النهار، وباش يحمي راسو كان موجد واحد الخطه جهنميه تحميه في حاله اذا حصل. نيكولا كان تلاقى واحد النهار مع واحد من المقاولين الكبار، وكان باغي يدوز ليه واحد الارض اللي كانت تساوي 10 مليون دولار، وهذا المقاول كان باغي ديك الارض دوز ليه هو وما ياخذها منه حتى واحد. هذا الشيء اللي خلى الصفقه دوز ما بين المقاول ونيكولا، وكان الشرط الوحيد هو انه يكري ليه واحد الدار كبيره في موقع غالي بزاف اللي كيوصل فيه الكرا تقريبا 7000 اورو في الشهر. وفعلا داك الشيء اللي كان. نيكولا شد ديك الدار وعمرها ميكرووات وكاميرات، وكان كيعرض على بزاف ديال المسؤولين ومنهم حتى وزراء ورؤساء احزاب، وحاول يشد على كل واحد منهم شي حاجه غير قانونيه اللي تقدر توصف ليه السمعه ديالو وتوصلو للقضاء. وشد هذا الشيء كامل خباه عنده باش نهار توقع ليه شي حاجه يصيفط لهم كاملين الفيديوهات والاوديوات ديالهم ويستفزهم داك الشيء اللي عنده باش يحاولوا يوقفوا معاه او لا يجرب معاه كل شيء. وفعلا هذا الشيء اللي خلى نيكولا يتحكم في مجموعه ديال الناس ويقضيو ليه الحوايج اللي بغاها. وهنا غادي نرجعوا شويه اللور ونفكركم في ميغيل بوطو، العمده اللي كان تبنى نيكولا اول مره ودخلوا الشبيبه ديال الحزب اللي كان كينتمي له. هذا العمده كان قريب بزاف لنيكولا، الشيء اللي خلاه ورقه بيضاء وجميع الدواصل ديالو الغير القانونيه كان كيعرفها. هذا الشيء اللي خلى نيكولا كيتحكم به كيف ما بغى ويقضي ليه اي حاجه بغاها. هذا هو المثال ديال عض اليد اللي تمدات ليه. في 19 يوليو 2014 كانوا المراسم ديال التنصيب ديال الملك الجديد ديال اسبانيا اللي كان في القصر الملكي ديال مدريد. هنا نيكولا غادي يستعمل كاع العلاقات ديالو باش يعرف كل شيء على داك الحاكم، شكون اللي معروض ليه وكيفاش دايره لا سيكوريتي، واي معلومه تقدر تفيدو وتخليه يدخل القصر الملكي. ومن بين المعلومات اللي غيعرف نيكولا هو ان واحد السيده كان كيعرفها سميتها كاتالينا هوفمان. هاد السيده هذه كانت ضمن هذا الحفل وكان ممكن تجي معاها الناس اللي هما ليكيب ديالها. نيكولا غادي يتسنى نهار ديال الحفل وغيتسنى حتى يقدر يدخل القصر ويوصل لعند الملك اللي كانوا الناس المعروفين في البلاد كيحيوا وكيسلموا عليه واحد بواحد. وهنا نيكولا وصل عند الملك وسلم عليه، وبطبيعه الحال هادشي تصور وداز في الاذاعات الاسبانيه وخرج في الجرائد. هادشي خلى بزاف ديال الناس كيتسائلوا اشنو كيدير هذاك السيد تما وعلاش دخل القصر وشنو هو المنصب ديالو. هادشي بطبيعه الحال غادي يلفت الانتباه ديال وسائل الاعلام ويولي كلشي كيهضر عليه وبداو الاشاعات وقتل الكلام. هادشي اللي غادي يجبد ليه المشاكل. المديره ديال الكابيني ديال الفيس بريزيدون ديال الحكومه غادي تعيط للبوليس وغتقول لهم فتحوا تحقيق على هذه القضيه. وهنا بداو دوك الضحايا ديالو كيبانوا واحد بواحد وكيوضعوا الشكايات ديالهم عند الشرطه. واحد النهار الشرطه الاسبانيه غادي تقتحم المنزل ديال نيكولا مع 6 ديال الصباح وغيلقاو نيكولا والروينه ديال دوك الكاميرات والميكرووات، وغادي يلقاو بزاف ديال الاوراق منهم دي كارت مزورين وشي وحدين فيهم ديال المخابرات. وهنا نيكولا غادي يولي اشهر من العالم واسبانيا كلها غادي تولي تهضر عليه وغادي يولي فعلا مشهور كيف ما كان كيحلم باللي كانت عنده 10 سنين. غيكون نيكولا كيتابع في حاله صراح، وفي هذا الوقت هذا غيستضيفوا واحد البرنامج وهنا غادي يصرح ويقول باللي عنده شي دواسه يقدر يطيح بها حكومه على كملها، وفعلا كل شيء كان خايف منه. غيبقى نيكولا كيتحكم كل مره كيبان ضحيه جديد ودوسي جديد، وبقى كيتحكم من 2014 وفي الاخير نيكولا غادي يتحكم ب 12 عام ونص. هذا الشيء بطبيعه الحال داروا ليه ظروف التخفيف حيت كيقولوا باللي كان عنده شي مرض نفساني. كنشوفوا نيكولا قدر يوصل الحلم ديالو والشهره اللي كان كيحلم بها، غير هو هذا الشيء هذا كان سلبي ماشي ايجابي. ولو انه استغل هذا الذكاء ديالو في الخير وراه كانت النتيجه ديالو عكس هذا الشيء اللي طاح فيه، وراه دابا سياسي كبير او لا شي وزير في اسبانيا. وتا لهنا غادي نقول لكم خوتي القصه ديال اليوم سالات، وما تنساوش الا عجبكم المحتوى تابونا. السلام عليكم.